المهم دابا غادي ندوزو نشرح لكم اشنو واقع بالتفصيل الممل، يعني غتفهم هي غتفهم. ليتس جو. في البدايه ديال السن كيخرج هذا الشارف هذا اللي هو لو برولوغ. الشارف هو لو برولوغ، غنبقى نقول ليه الشارف. المهم اي فوالا وتيقدم لينا وتيقول لنا هادو هما الشخصيات اللي غيمثلوا في هذه المسرحيه كامله. يعني كيخرجوا الشخصيات كاملين وتيوقفوا على خشبه المسرح، كل واحد شاد قنت وكل واحد واش تيدير وتيقدمهم. هاد خونا هاد الشيباني هذا، وبطبيعه الحال هاد خونا هذا الشارف هذا الدور ديالو في هذه المسرحيه هو انه يقدم لنا الشخصيات والاحداث. يعني بحال قلتي عاطينا راس الخيط، عاطينا الحوايج المهمين في هاد أنتيغون هذه كامله. واول حاجه كيبدا بها هو انه كيقدم لنا اولا الشخصيات وكيوصفهم، وبطبيعه الحال غادي يبدا بالشخصيه الرئيسيه اللي هي شكون؟ اللي هي أنتيغون. وبطبيعه الحال وصفها هذه فتاه نحيفه ماغر كذا، ذات وجه مسود ولا المهم نواغود. المهم كيبين لنا بان الشخصيه ديالها منطويه بزاف، يعني غونفيرمي. يعني المهم كيبين لنا الشخصيه ديال أنتيغون كي دايره. ومن بعد غيدوز لياسمين، لا ماشي ياسمين، اسمين. المهم نقدروا نقولوا حنا في المغرب تنقولوا لها ياسمين وهما في فرنسا تيقولوا ياسمين. المهم ماشي شغلي. اختها اسمين. داز هذا الشارف هذا داز كيقدم لنا الشخصيه ديال اسمين اللي هي الاخت ديال أنتيغون، وقال لنا بلي راه جالسه مع واحد خونا شادين القنت بجوج. اش تيديروا الله اعلم. وداك خونا مع من جالسه اخت اسمين شكون هو؟ سميتو ايمون. المهم عاوتاني عندهم في فرنسا كيعيطوا ليه ايمو، عندنا في المغرب كنعيطوا ليه حمو. هو الخطيب ديال أنتيغون. واحد المره كانوا في واحد الحفله، كانوا المهم أنتيغون واسمين وداك ايمو كانوا في واحد الحفله. واحد المره شاف أنتيغون شد القنت مريحه، وهو شنو دار؟ هو خلى اسمين الزوينه القرطاسه تيتيزه ومشى عند ديك المعقده اللي هي أنتيغون اطلب منها الزواج. واتف خلى الزين ومشى عند النيز. وتا أنتيغون فاش جا وقال لها واش تقبلي تزوجي بيا؟ قالت ليه من بعد داك الشارف بدا كيقدم لنا شخصيه اخرى اللي هي لو غوا او الملك ديال تيب اللي هو كريون. وبدا عاوتاني بطبيعه الحال كيوصفو كي داير وجهو عاوتاني فيه التجاعيد عيان مفضي. وداز عاوتاني من بعد مساله مع الشارف الاخر اللي هو لو غوا، من بعد مساله في الوصف ديال لو غوا كي داير والملك كريون كي داير. داز لو ميساج اللي هو المبعوث. بعد خونا غير كيصيفطوه كيقول له سير وصل هذا الرساله لفلان فلان، كيمشي الحمام ديالهم. ومن بعد داز الشارف الاخر الشخصيات اللي هما دوك الحراس. داز لدوك الحراس او لا المهم داز الحراس اللي خدامين عند الملك لو غوا وكيقدمهم هما. ومن بعد دار داك الشارف وقال لهم دابا غادي يبداو في التمثيل وغادي يبداو يمثلوا المسرحيه ديال أنتيغون. كلشي ناض، كلشي تقعد، مشى خرج كاع من الساحه، ولات الخشبه خاويه، بقى فيها غير بوحدو الشارف بوحدو. فاش خرجوا الشخصيات كاملين، فاش خرجوا الممثلين كاملين، دخل في القصه ديال أوديب ودخل في القصه ديال أنتيغون اللي هي كتبدا من النزاع اللي وقع ما بين إتيوكل وبولينيس. وهذا الشيء بطبيعه الحال راه شرحته في الفيديو الاول اللي هو الفيديو ديال قصه ديال أوديب او لا ليستوار ديال أوديب. خاصك ضروري تتفرج فيه، راه داكشي اللي قلت لك في البدايه ديال الفيديو، خاصك ضروري تتفرج فيه. وسير تفرج فيها بنادم ولا غنهز عاوتاني لير ماكس. فوالا هنا كيتسالى السين الاول ديال هذه المسرحيه ديال أنتيغون اللي هو مجرد سين تقديميه ولا بحال قلتي مقدمه، كيشرح فيها هذاك الشارف اللي هو لو برولوغ، كيشرح الشخصيات ويشرح الاحداث وشنو كاين في يعني راس الخيط. ومن بعد غادي يمشي في حاله، غادي يخرج انتهى الدور ديالو، وبالتالي غادي يخرج في حالته وغادي تبدا المسرحيه ديال أنتيغون وغادي يبدا السن الثاني. وان شاء الله هذا السن هذا غادي نشرحه عاوتاني في الفيديو الجاي. صافي غادي نشرح لكم دابا الاحداث باللغه العربيه الدارجه المغربيه المروكيه. تحياتي. كما تعرفنا في السن الاولى كان الشخصيه اللي كانت كتهضر بزاف في السن الاولى هي داك لو برولوغ اللي هو داك الشارف. صافي دونك ديك السن كامله العنوان ديالها لو برولوغ. مزيان. هاد السن هذه العنوان ديالها هو لا نوغيس اي أنتيغون. يعني في هاد السن هذه كامله غادي يكونوا غير جوج شخصيات اللي هما أنتيغون اي لا نوغيس. يعني لا نوغيس غتبقى تهضر هي و أنتيغون. اش تيقولوا؟ ها حنا غادي نعرفوا اشنو تيقولوا، واشنو وقع واشنو طرا. دابا باش تعرفوا دابا العلاقه ما بين لا نوغيس و أنتيغون. دابا أنتيغون حنا عارفين باللي راه الوالده ديالها ماتت، ياك هادشي عرفناه في الفيديو الاول كاع. ولا نوغيس هي المربيه ديالها، يعني هي اللي
كتربيها رباتها من الصغر، من الصغر ديالها وهي كتربيها، وهي كبيره دابا على حال تزوج، على حال ما بقى لها والو تزوج، ومازال مع ذلك باقا لا نوغيس كتربيها وكتحضيها وكتوكلها وتشربها وتنعسها وكل شيء. لا نوغيس كدير لها كل شيء. واحد الليله جات لا نوغيس طمن على اونتيغون، مشات للسداري ديالها فين كتنعس، لقاتها ما كايناش. ومن بعد واحد شويه هي ترجع اونتيغون. كانت اونتيغون خارجه في الليل، اش كدير الله اعلم. فاش رجعت اونتيغون او هي راجعه وكتمشي بشويه دونك اضطرات شي حاجه، هي راجعه كتمشى بشويه وهي تفاجئ بلا نوغيس ديالها كتسناها. راه برا افتضحت الاسرار. ايوا بقات كتسولها لا نوغيس، كتقول لها فين كنتي، اش كديري برا، واش انت مريضه خارجه في نصاصات الليل، اش هادشي هادي، واش انت باقا صغيره، واش انت مريضه، فين كنتي، فين غادا. اونتيغون اش قالت ليها؟ قالت ليها غير خرجت نشم شويه د الهواء. تشمي الهواء في نصاصات الليل، واش انت مبوكره ولا مالك؟ فاش قالت لها اونتيغون بلي راه كنت خارجه غير باش نشم شويه د الهواء، قالت لها لا نوغيس بلاتي ناكتيفي مود كونان. اكتيفات مود كونان. قالت لها فاش مشيت نطلع عليك في فراشك لقيت الفراش بارد، يعني حطيت يدي على الوساده ديالك وحطيت يدي على الكشه علاش ناعسه لقيتها بارده. يعني اشنو كيعني هادشي؟ يعني كنتي نايضه من فراشك من شحال هادي، يعني ماشي عاد دابا، يعني كتكذبي، كنتي خارجه لشي غرض اللي خدا منك وقت طويل. قري. قالت لها غير خرجت نشم شويه د الهواء وندور شي شويه وهذا، حسيت بالقنط وخرجت ندور شي شويه. ولكن بقات ديك لا نوغيس مصره انها تعرف كيفاش دابا، واش انت مريضه لا يتقبلها العقل نخرج نشم الهواء في نصاصات الليل. قالت فين مشات هذه، اش مشات دير؟ داها الغرام في نصاصات الليل. الحصول فاش سولتها لا نوغيس اش كنتي كديري في نصاصات الليل، ما لقات ما دير اونتيغون وهي تقول لها خرجت في واحد الرونديفو. مع العلم ان اونتيغون راه الخطيبه ديال ايمو، راه قلنا هادشي في الفيديو اللي فات ياك، وكتقول ليها بلي راه خارجه في نصاصات الليل. رونديفو يعني موعد مع من غادي تخرج، موعد مع الحيوانات، راه بطبيعه الحال غادي يكون شي بوي فران اخر. ياش هادشي دخلها الخواضات السيده هادي. في الحقيقه اونتيغون راه ما كانت خارجه لا تلاقى مع ايمو لا تلاقى مع شي واحد اخر لا تشم الهواء، كانت خارجه لسبب واحد اللي هو السبب ديال هاد الروايه كامله نيت، اللي هو باغا تدفن خوها. علاش؟ كيفاش باغا تدفن خوها؟ الا تفرجتي معايا في الفيديو الاول، اش قلت لكم في الفيديو الاول؟ بان الملك كريون امر ان الاخ ديال اونتيغون اللي هو بولينيس ما يتدفنش. دونك هي جاتها النفس على خوها، خاص ضروري تدفن. داكشي علاش هي كتخرج في نصاصات الليل باش تحاول محاوله ان تدفن اخيها بلا ما يشوفها حتى شي واحد. هذا هو السبب لاش خرجات في نصاصات الليل. ايوا الحصول من بعد قالت لها اونتيغون لا نوغيس بلي راه كنت خارجه غير هكاك، راه ما عنديش حتى شي ما عندي حتى شي حبيب اخر، عندي غير ايمو هو بوحدو اللي كنبغي، هو الخطيب ديالي، ما يمكنليش نخونو، راه هو الخطيب ديالي الوحيد وهو اللي غنبغيه، هو ما غنبغي حتى شي واحد من غيره. وجات لا نوغيس وعنقاتها من بعد وسيتو، ولكن ما قالت ليهاش السبب الحقيقي لاش خارجه. دونك هذا هو السين الثاني، هادشي اللي وقع في السين الثاني ديال اونتيغون. يستحسن انك تشد معايا الخط من الفيديو الاول حتى الفيديو الاخر. دابا شنو طرا خاي الزين؟ دابا لا نوغيس فاش حصلت اونتيغون مع نصاصات الليل الفايقه بدات كطرح عليها تساؤلات، شنو كدير شنو كدير. هادشي كله شرحناه في السين الثانيه في الفيديو اللي فات. دابا ومن بعد واحد شويه دخلت عليهم اسمين. حتى اسمين ما جاهاش نعاس في ديك الليله. علاش حتى هي ما جاهاش نعاس؟ حيت حتى اسمين في خبارها اشنو كاين تحت راس اونتيغون. دابا اسمين، دابا باش نشرح لكم، دابا اسمين اونتيغون راه جوج خواتات ياك. اسمين واكله اونتيغون في رزقها، واكلها في الزين. اسمين تيتيزا، ولكن اونتيغون خيبوعه واكلها في الكبر. حتى في الكبر اسمين كبيره عليها في العمر واونتيغون هي الصغيره. دونك اسمين راه هي الكبيره واونتيغون هي الصغيره، وبطبيعه الحال اسمين هي التيتيزا. ما تحكرش صاحبي على هاد التيتيزا، مالك يا بنات كي داير؟ لا الزين والله، لا من الاخر والله الا تيتيزا. شوف اونتيغون على هاد المعقد هذا، اش هاد المرض هذا
حصل الدراري والبنات شنو وقع في هاد السين الثالثه هو ان لانوغيس فاش ناط اونتيغون وبقات كتقول ليها فاش ناط اونتيغون في نصاصات الليل وبقات كتقول ليها علاش نتي وكذا وشويه دخلات تا لو برانس تا لوتر برانسيس اللي هي اسمان اسمان دخلت عليها تا هي فاقت ما نعساش صافي لانوغيس قالت ما نعرفاش هاد البنات هادو بغاو يخرجوا عليا صافي ولاو تيفيقوا في نصاصات الليل اش تيديروا واشنو تحت راسهم والله اعلم وحيتاش فاقت اسمان بغات اونتيغون تهضر مع اختها اسمين على الموضوع ديال الدفن ديال خوهم بولينيس وبغات تصدر لانوغيس قالت لها سيري جيبي لي شي قهوه قالت لها سيري جيبي لي شي قهوه واش انت خدامه ديالي انت المربيه ديالي سيري جيبي لي قهوه انا بغيت قهوه سيري جيبي لي قهوه راه بغيتها صافي مشات لانوغيس باش تجيب ليها قهوه وصافي ومشات لانوغيس باش تجيب الانتيغون ما تجغدت والسلام عليكم سالا السن دونك على بركه الله نبداو دونك شوف دابا من الاخر هادشي اللي قلت لكم دابا بالفرنسي من الاخر شنو هو الفكره العامه ديال هاد السين الرابعه هي ان اسمين دابا عارفه شنو تحت راس اونتيغون دابا اسمين عارفه باللي اونتيغون باغا تدفن خوها واشنو جات علاش فاقت ديك النهارات ما جاش النعاس فاقت وبقاو بجوج بهم كيتناقشوا بجوج بهم اونتيغون واسمين علاش كيتناقشوا اسمين كتحاول انها تقنع اونتيغون باش تراجع القرار ديالها هذا هو اللي واقع يعني اسمين كتحاول ما امكن انها تقنع اونتيغون باش تراجع على القرار ديال الدفن ديال خوها بولينيس دونك هادشي اللي كان وقع في سميتو في السنه الرابعه ولكن اونتيغون اللي في راسها ما غاديش تقتنع ما غاديش تحيد ديك الفكره نهائيا اونتيغون مصره على الفعل ديالها صافي يا اما ندفن خويا يا اما نتدفن معاه وحده في الجوج اذا على بركه الله كما تعرفنا في السنه اللي فاتت كانت اونتيغون الى نوغيس كيهضروا ومن بعد دخلت عليهم في نصاصات الليل دخلت عليهم تا اسمين تا هي ما كانتش نعسه من بعد بغات تهضر اسمين اونتيغون مع اختها اسمين وصدرات لانوغيس قالت لها سيري جيبي لنا شي قهوه ولا سيري جيبي لنا شي حاجه نفطروا بها ومشات لانوغيس وبقات اسمين اونتيغون كيهضروا بجوج به دونك فاش جات عندها اسمين قالت لها بغات تضحك مع اونتيغون قالت لها سيري تنعسي راه غدا غتفيقي وانت ما شابعاش نعاس غادي تفيقي شويه ناقص لك الزين غادي تفيقي خايبه قلت تقول لي جمعي راسك شوفي معايا من راني تيزا عليك ما تضحكيش عليا المهم بقات كتهضر اونتيغون على شي مواضيع المهم اي دونت نو علاش كتهضر المهم قالت لها اسمين علاش كتهضري على شي موضوع اخر اللي لا علاقه مع الموضوع الرئيسي دوي معايا دابا على الموضوع اللي خلانا بجوج بينا نفيقوا النيت في هاد نصاصات الليل علاش قالت لها اسمين شوفي يا اونتيغون راه فكرت مزيان قلت لها راه فكرت الليل كامل وانا كنفكر راه غير قتلنا خالنا واش فيو راه كيف فيو قالت لها اونتيغون داكشي اللي كاين نيت هذه هي الحياه صافي حنا غادي نموتوا ولكن حنا خاصنا ندفنوا خونا صافي هكذا وزعت الادوار قلت لها شوفي راه ما غاديش تقنعيني انني نتراجع على هذا القرار ديالي راه واش كيفاش قالت لها اسمين شوفي راه خاصك تفهمي دابا الوضعيه قالت لها شنو غنفهم دابا قلت لها اسمين شوفي راه الملك راه هو الملك ديال الطيب راه هو اللي غيقتلنا راه كلشي متفق معاه كلشي غادي معاه في نفس الطريق ديالو وانت باغا تخرجي باغا تخترقي القوانين تبتي معنا اونتيغون شويه يا قلت لها احنا فرضا انت قتلتي دفنتي خوك وقتلك خالنا ايوا ايمو والخطيب ديالك اش غديري معاه قلت لها ايمو المهم غادي نشوف كيفاش نديباني معاه وصافي المهم ماشي مشكل بالنسبه لايمو غادي نشوف كي ندير معاه قالت لها لا تي راه كيفيو ماشي غير فيو بيو ريو زيو طور خرج لك العقل نتيا وهي تقول لها اونتيغون لاسمين شوفي اسمين صافي دابا سيري تنعسي راه غدا غتفيقي ولونك شاحب ما شابعاش نعاس غادي تكوني اقل جمالا واقل تيتيزه واش المهم ما عرفتش هاد تيتيزه ولكن المهم غادي تخيبي المهم سيري تنعسي باش تفيقي غدا بوكوسا تيتيزه يطيحوا فيك الدراري خاصك غدا تكوني طياحه تكوني ستاج الاخر ديال التيتيز ديال الزين وقالت لها شوف الطامه الكبرى هي ان خونا دابا راه محاط بالحرس يعني دايرين به العساسه فحال راه نجح يكون ملك
يعني دابا الملك شنو هو الفرق ما بين الملك وبولينيس؟ الملك حتى هو كيكون عنده الحراس ديالو دايرين به وحاضينه دائما، وراه اونتي بولينيس حتى هو دابا راه حتى هو محاط بالحراس، ولكن راه ميت ماشي محاط بالحراس حيتاش ملك. كما لو نجح في ان يصبح ملكا. قالت لها صافي سيري تنعسي دابا، انا غادي نبقى هنايا، انا ما تخافيش ما غاديش نمشي، انا غنبقى هنايا ما غنمشيش ندفن خويا، غنبقى هنا حتى تفيقي نتيا. قالت لها اصلا راه لانوغيس غادي تجيب ليا ما ناكل من دابا شويه. قالت لها انا غادي نمشي، ولكن راه مازال غادي نعاود نهضر معاك، مازال غادي نحاول ما امكن انني نقنعك ونرجع لك عقلك. قالت لها اونتيغون غير سيري غير سيري غير سيري تنعسي دابا حتى من بعد ونعاودو نهضروا. وهنا كيسالي السن ديالنا، السن الرابع. المهم هادشي اللي كاين في السن الرابع نتلاقاو في السن الخامس. دونك افتح يا سمسم. كما تعرفنا في السن اللي قبل فاش كانت كتهضر اونتيغون واسمين كانوا كيهضروا وكتحاول اسمين انها تقنع اختها باش تراجع القرار ديالها ديال الدفن ديال خوها صاحبي على الحديد. والحديد سير بحالك، خلينا صاحبي نديروا اونتيغون للناس باش يقراو. يا صاحبي ما حتى كنبغي نسجل عاد كيبداو الموطر طر وصافي. المهم كما كنت كنقول لكم فاش كانت اسمين كتحاول تقنع اختها باش تراجع القرار ديالها، ومن بعد فاش سالات معها الهضره هادشي كامل شرحته في الفيديو اللي فات في السن الرابعه. مشات ياسمين ومن بعد جات دخلات لانوغيس. فاش دخلت لانوغيس وكانت داخله وهزه معها باش يعني ما تشرب وما تاكل اونتيغون، جابت لها ما تشرب وما تاكل. قالت لها اونتيغون انا ما فياش الجوع، انا غير غادي نشرب وصافي. وشافت فيها لانوغيس حسيت بها باللي راها مغوشه مقلقه، المهم شافت في وجهها ما حسيت باللي ماشي حتى اللي خلاص راه اونتيغون كتحاول ما امكن انها تكالمي راسها وما تحسسش لانوغيس بلي راه كاينه شي حاجه. علاش؟ حيت لانوغيس خاصها ما تعرفش بالفكره ديال الدفن ديال خوها دونك كتحاول ما امكن انها تخبي العلامات ديال يعني المهم تحاول ما امكن انها تجمع راسها ما تبينش سميتو لانوغيس ديالها اشنو باغا دير. ولكن لانوغيس راه مربياها من الطفوله من الصغر ديالها، سو حسات بها باللي راه واقع لها شي حاجه. فاش شافتها مغوبشه وماشي تلهيه وعنقاتها قالت لها مالك في اش ضرك؟ قالت لها ما مالي والو ما ضرني والو. قالت لها اونتيغون ولكن اجي عنقيني كما كنتي كديري لي فاش كنت صغيره، اجي عنقيني بقوه بحراره. فاش عنقاتها وقلتو بجوج وعنقاتها بقات كتقول لها حاضنتي اقوى من الحمى، حاضنتي اقوى من كل شيء، حاضنتي هي البوكوسه هي الزوينه، ما كاين ما احسن من الحاضنه ديالي، كاين ما احسن من لانوغيس ديالي. المهم بقات كتصبغ في لانوغيس ولكن ما نعرف واش داكشي خارج من القلب ولا. المهم هادشي اللي وقع. فاش سالات قالت لها لانوغيس الاونتيغون قالت لها مالك الصغيرتي الحلوه، مالك حبيبه ديالي مالك اش قولي لي. وراني اونتيغون بطبيعه الحال ما غتقول ليهاش. قالت لها ما كاين والو. قالت لها والو غير انا ما كنحس براسي باقا صغيره ما قادراش على هادشي. قالت لها لانوغيس شنو هادشي؟ انتي صغيره وشنو هادشي اللي ما قادراش تحمليه؟ شنو قولي حددي، راه باقي كلامك غامض، باقي ما حسك باغا تقولي لي شي حاجه ولكن ما كتوصليهاش ليها، مخبيه شي حاجه، قولي شنو. راني اونتيغون مصر انها ما تعاود لانوغيس ديالها والو. قالت لها والو حاضنتي لا شيء يا حاضنتي. قالت لها الحاضنه ديالها اللي هي لانوغيس قالت لها شنو بغيتيني ندير لك حبيبه ديالي يا عزيزتي، ماذا تريدينني ان افعل يا عزيزتي. ولكن اونتيغون تقصف جبهها قالت لها لا شيء يا حاضنتي. قالت لها حطي لي يدك على خدي، ماشي صرفقيني لا، قالت لها غير حطي لي يدك على خدي. وفاش حطت لها يدها على خدها وبدات كتغني ليها وكتدندن ليها وكتغني ليها وهي كتدندن وكتغني ليها. لانوغيس قالت لها صافي ما بقيتش خايفه، واو ما بقيتش خايفه لا من الغول الشرير ولا من عشاق نديشها. المهم هذا ابيكيت هذا ما عرفتش شنو هو، المهم نقولوا شي كوابيس عندها في الصغر ولا المهم ما شغليش هادشي ماشي مهم. هنا كيسالي السن الخامس. هنا كيسالي السن الخامس ماشي الرابع، الخامس ديال اونتيغون. وغادي يبدا السن السادس بدخول الشخصيه ديال ايمون اللي هو الخطيب ديال اونتيغون. المهم
قبل ما نسالي كنسمع كنشوف بزاف ديال الفيديوهات، يعني كنقلب هكا في اليوتيوب ولا في فيسبوك، كنقلب على الفيديوهات ديال التلخيص ديال اونتيغون، كنلقى في الريزومات اللي كيديروا بان اونتيغون كتحاول ما امكن انها تقنع لانوغيس، كتحاول ما امكن انها تقول لانوغيس طبي الكلب ديالها دوس، واحد الكلب ديالها ما عرفتش. ولكن انا راه تفرجت في المسرحيه كامله ما لقيتش كاع داك الحوار اللي كتهضر به على دوس. دونك ما عرفتش منين جابوا هاد سميتو هاد الفقره ديال دوس، حيت اغلب الفيديوهات كتلقاهم في الريزومي ديالهم كيشرحوا كيقولوا بان اونتيغون كتقول لانوغيس ديالها اعتني بكلبي دوس، يعني ربي الكلب ديالي دوس بزاف. هادشي كيدل على ان شنو الا كانت كتقول لها اعتني بالكلب ديالي دوس، هادشي كيعني انني ما غاديش نبقى معاه. ولكن هاد الفقره هادي ديال دوس وهاد اللعيبه هادي ديال كتعاود على الكلب ديالها دوس ما لقيتهاش، حيت تفرجت في الفيديو كامل ديال في السين كامله ما لقيتش كاع داك البارتيه. المهم انا قلتها لكم و I don't know ask your teachers اوكي. سولوا الاستاذ ديالكم ولا الاستاذه ديالكم، قولوا لها هاد القضيه هادي وغادي تجاوبكم بيس اور نو. صافي دونك هذا ما كان سالينا السين الخامسه. صافي غتفهم علاش كتهضر اونتيغون من الاخر. اذا اول حاجه وقعت اخوتي وخواتاتي في هاد السين هادي السادسه هي دخل ايمون وكان غادي وقالت له اونتيغون باردون ايمون قالت له باردون ايمون وبالعربيه اعتذر يا حمو. علاش؟ لانهم البارح كانت واحد الحفله وتخاصموا فيها، المهم بقى بيناتهم شجار. قلت له اسمح لي انا اللي خطيت اسمح لي. ولكن هو طلع عنيب عاوتاني يا ايمون يا حمو عاوتاني. قلت لها انا سمحتك غير سديتي الباب سمحت لك، صافي غير سديتي الباب وخرجت لي سمحت لك، غير خرجتي وسديتي الباب سمحت لك صافي. وطلع عنيب اي عليب. قال لي باقي ريحتك كانت باقه في البيت، داكشي علاش سمحت لك. يا ايمو حمو طلعتي ما ساهلش يا وقال لها حبات ولكن طلع ذكي. قال لها شوف هذا ديك الريحه اللي درتي ماشي ديالك، منين خديتيها منين سرقتيها؟ لا هي لا الكسوه اللي كنتي لابسه. قالت له من اسمين خديت الريحه؟ قال لها ايوا والروج. قال لها والعكار وما عرفش شنو هذيك البودره، المهم العكار والكسوه. قلت لها من اسمين منين بغيتني نجيبهم؟ من اسمين بطبيعه الحال. قال لها علاش تبوكستي وتزيانيتي لمن تبوكستي زعما المهم بقاو كيهضروا كيقولوا شي هضرات بيناتهم. المهم شي هضره بيناتهم داكشي ماشي مهم. الا بغيتي تعرف ديك الهضره بطبيعه الحال بالفري شنو قالوا شنو قالت وشنو قالت تفرج في لاسين، راه الرابط غتلقاه اللين غتلقاه في الديسكريبسيون. الحدث المهم والحاجه المهمه في الحوار بيناتهم هي ان اونتيغون قالت ليه هو متكي مخزز زعما انا جالس انا والخطيبه ديالي كذا انت انت قاعد مع راسك. المهم قلت لي واش انت متاكد واش ما ندمتيش حيت خديتيني انا المعقده الخايبه وما خديتيش اسمين اللي زوينه وتيتيزا وطياحه، خليتي اسمين وجيتي عندي انا. واش ما ندمتيش؟ فاش قال لها ما ندمتش اختاريتك انت بغيتك انت. المهم ناط قعدات قالت لي شوف غادي نقول لك شوف انا ما كرهتش انني نكون مرتك، ما كرهتش انني نكون الزوجه ديالك ونديروا وليدات كذا، ما كرهتش راه حتى انا باغا. ولكن غادي نقول لك واحد الحاجه ونتمنى انك ما تقلقش. وشوف وعدني انني غير غادي نقول لك هاد جوج حوايج اللي غادي نقول لك دابا غادي نقولهم لك. وعدني انك ما غتسولنيش علاش وما تضحكش عليا وما دير حتى حاجه، غير غادي نقولهم لك صافي خرج في حالك. هادشي اللي غدير، ما دير حتى شي حاجه اخرى، ما تسولني ما تهضر معايا ما تقول لي علاش ما تقول لي كيفاش غادي نقولهم لك سيتو. قال لي كيفاش؟ قلت له حلف لي اول حاجه. قالت لي حلف لي انك غير غادي تسمع هاد الحوايج اللي غنقول لك ما غتسولني ما والو، حلف اقسم. قال لها اوكي قلت لي دابا مزيان شكرا ملي حلفتي. دابا غادي نجاوبك على داك السؤال اللي قلتي لي في الاول، قلتي لي علاش لبستي داك الكسوه وتزينتي ودرتي العكار ودرتي وكذا. قلت لي شوف انا عارفه راسي خايبه وكذا وقبيحه خايبه ما زيناش، داكشي علاش
تبوكست ولبست مزيان ودرت العكار وكذا باش نعجبك. قال لها درتي هادشي كامل على قبلي. قالت لها ايوا ما تضحكش، راه قلت لك ما تضحكش. قالت لها ودابزنا. علاش دابزو؟ دونك واقيلا هذا هو السبب علاش دابزو. بات اي دونت نو. المهم قلت لها داكشي علاش دابزنا. المهم داكشي علاش دابزنا وخرجت انا، ومن بعد رجعت عندك باش نكون مرتك وكذا كذا. وفاش جا باش يسولها وكان غادي يجي ليها قالت ليه راك قسمتي وراك حلفتي بانك ما غتسولني وما غدير والو، رجع له. قالت له بغيت نكون مرتك حيت لانني تنبغيك تنموت عليك ناكل على قبلك تقاشر. لا هادشي ما قلتوش، راه غير انا اللي زدتو صافي. ما قلت له ولكن راه غادي نضرك وغادي يعني ما غادي نقلقك، ساحزنك، غير سمح لي يا حبيبي. قلت له من بعد حبيبي اسمح لي حيتاش ما عمرني غادي نكون مرتك. سير تظنك. قالت لي شوف راك حلفتي انك ما غتسولنيش. مالكا اونتيغون عاد دابا كنتي كتقولي كتبغيني كتموتي عليا ودابا وليتي ما بغيتيش تزوج. وطف. قالت لي صافي ساليت هضرتي معاك، خرج في حالك صافي. هادشي اللي كاين. قالت لي صافي ساليت هضرتي معاك، خرج في حالك. وليت ممثل. قالت لي شوف راه الا قربتي لعندي خطوه واحده غنلوح راسي من هاد الشرجم. هادي صافي باغا تنتحر هادي صافي. قلت له شوف صافي غير سير في حالك ايمو، الا كنتي كتبغيني سير في حالك. يا ويمشي في حالهم كثير ما فهم حتى وزاو ويمشي في حاله. ايوا اونتيغون رجعت للعاده ديالها والتعقيده ديالها والتكات. شو البوزيسيون تقول كولي راسك. وهنا يا اخواني واخواتي ينتهي السن ديالنا. دونك في البدايه كانت اونتيغون عاوتاني متكيه بهذه البوزيسيون هذه ديال الهبال والتصديه ديالها. شويه هي يدخل عليها اسمين. دخلات عليها اسمين. قالت لها انا جيت لهنايا ما قدرتش نعس. شويه جبدات هاد الممثله اللي هي ممثله ديال اسمين، جبدات ورقه بقيت كتقرا عليها. ما عرفتش واش رساله، واش ما عرفتش واش ما حفظاش التكست ديال المسرحيه، ما عرفتش واش ما حفظاش السيناريو ديالها. اي دونت نو. المهم هادشي اللي وقع جبدات ورقه وبدات كتقرا نيت التكست. قالت لها عافاك اونتيغون، عافاك زعما عافاك ما تدفنيش خونا وما ديريش شي حاجه اللي غادي تندمي عليها من بعد. قالت لها فات الفوت. قلت لها الصباح ملي كنت راجعه راه دفنت يا خويا، راه فات الفوت. كما قلت لكم راه ما دفناتش خوها، راه غير حاولات. قبلوا علينا راني ما نعرف مالي، راني واقيلا صايم قبل الوقت ولا ما نعرف. المهم راه ما دفناتش خوها، راه غير حاولات صافي، راه غير حاولات. دونك هادشي اللي وقع من الاخر صافي سالينا. هادشي اللي وقع في السن السابعه ديال اونتيغون. هادشي اللي وقع في السن السابعه. دونك هذا ما كان في هذا الفيديو هذا. اشترك في لاشين الا كنت كنفيدك، دير ابوني فيها، دير ديك ابوني لاشين وزردا دير ابوني اشترك وفعل داك زر الجرس باش يوصلوك الفيديوهات ديال لي سن الاخرين. فهمتي؟ ليتس جو. المهم الدراري والبنات اشنو وقع في السن 8 كما كتشوفوا دابا. دخل كما كتشوفوا دابا. دخل لو غوا الملك كريون هو وهذا الوليد الصغير هذا اللي هو الحارس ديالو الشخصي ولا ما نعرف. المهم دخل هو. المهم قال لي بلي راه شي حارس باغي يهضر معاك اللي هو حارس ديال الجوتا ديال بولينيس. واحد الحارس من الحراس ديال الجوتا ديال بولينيس بغى يدخل. المهم قال له الملك فليدخل تفضل. المهم اللي دخل كان هذا الحارس هذا اللي هو حارس جوناس، اللي هو واحد من دوك ثلاثه اللي يعني اللي كيعسوا على الكادافر ديال بولينيس. قال لي فاش جا اول حاجه قالها كان خايف. كان عرفتي باش تعرف بانك كتجي للغوه باش تعرف باللي راه الشخصيه ديال كريون ما بوعو. شنو بوعو كيخلع. جا داك الحارس جوناس قال له شوف الملك ديالي راه درنا القرعه وجات فيا. درنا القرعه حنا بثلاثه جات فيا. هذا ما عطى الله ما عنديش الزهر. صافي داروا القرعه بيناتهم شكون فيهم اللي غادي يمشي يقول للملك باللي راه لقينا تراب مليوح فوق الجثه ديال
بولينيز، وجات فيه هو القرعه سو ما عنده زهر. الحصول جا عنده، فاش جا عنده قال ليه الملك اشنو بغيتي انت؟ قال ليه بقى كيقول ليه شي اعذار، ما قال ليش السبب الاول، بقى كيقول ليه شي اعذار دليل على انه خايف بانه صافي غادي يقتلوا ولا شي حاجه بحال هكا. بقى كيقول ليه واه المهم هادشي كاين، راه حنا عيينا في نصاصات الليل، راه حنا كنا عيانين والبرد وكذا وما نعرف، المهم البرد وكذا والضبابه وبزاف ديال الحوايج. المهم بقى كيقول لي شي اعذار باش يبين ليه بلي راه حنا ما درنا هادشي، راه ماشي من نيتنا، راه ما هذا ما عطى الله. وقال لي داك الحارس المهم شفت في الجثه ديال بولينيس ولقيت التراب مليوح فوق منها و سيتو. قال لي الملك واش متاكد التراب هذا ماشي شي حيوان ولا اللي لاح فوق التراب؟ قال لي لا، راه مرمي بالطقوس، يعني بحال قلتي حفرت ليه القبر وقادت المسائل داك الشيء منظم هو هذاك. طبعا الحال ما كيعرفوش بلي راه اونتيغون هي اللي دارت داك الشيء، يكون عرفوها تنقتلوها، ولكن راه ما عارفينش كيسحب لهم دابا بلي شي حيوان ولا المهم ما عارفينش. قال ليه الحارس المهم احنا ما عارفينش شكون، ولكن كنقولوا بان يقدر يكون غير شي ولد صغير. قال لي ولد كضحك عليا؟ قال لي الملك ما يمكنش يكون دري صغير، واش تا مريض يمكن يكون دري صغير؟ لا، ولكن ما يمكنش يكون دري صغير الا ربوه مزيان وعلموه ودربوه كذا. قال لي الملك شوف ياك ما قلتي لشي واحد على هاد الهضره هذيك، ما وصلتي الهضره لشي واحد اخر. قال لي لا، قال لي الحارس لا، راه ما انا غير درنا القرعه بيناتنا حنا بثلاثه اللي في خبرنا وجات فيا وجيت عندك، ما وصلنا الخبر لتا شي واحد اخر. قال لي الملك شوف من دابا لقدام انت غادي تبقى تعس تما، انت غتبقى تعس، حضي عينيك بوحدك تما، حضي عينيك، غتبقى حاضي عينيك على الجثه، ما تغمضهمش. قال لي ما تقول حتى شي واحد شي حاجه، الا مشيتي حتى وصلتي الهضره راه غادي تموت. قال لي راه ما غنقول حتى شي واحد، راه ما حتى شي واحد ما في خبارو، راه عندي الدراري وكذا، راه حتى شي واحد ما في خبارو، راه ما غاديش توصل الخبر حتى شي واحد، ما غادي توصل الخبر حتى شي واحد. قال لي الملك يلا سير بحالك دابا، الا اكتشفنا ان الخبر بقات سريه بيناتنا وما وصلت حتى شي واحد غادي تعيش. هو يمشي داك الحارس جوناس، هو يمشي مكسيري سعدات ومشى خلى السواق يعيش. المهم من بعد مشى كيدوي مع داك الحارس الصغير اللي جا معاه، الشخصي ديالو ولا الولد الصغير اللي جا معاه، ما عرفتش واش حاجه الشخصي ديالو ولا عزيز عليه ولا I don't know. المهم سولوا الاستاذ ديالكم يقدر يكون هو عارف شي قصه ديال الدري الصغير، انا ما عرفتش، انا غير كنتفرج وكنقول لكم داك الشيء اللي كاين. لا ما تحكروش يا صاحبي ويلي. دونك هذا ما كان، من بعد هما يخرجوا بجوج، داك لوغوا وهو داك الدري الصغير اللي جا معاه خرجوا بجوج، وهكذا انتهى السن 8. وهذا الشيء اللي كاين في السن 8. دونك هادشي اللي وقع. دونك من الاخر اشنو وقع؟ هاد لو كور هذا او هاد الشخصيه ديال هاد الشرف هذا عاوتاني رجع باش شنو ما غاديش يكمل لنا، ما غاديش يمثل شي شخصيه في المسرحيه ولا، وانما اشنو جاي يدير في هاد السن هذه التاسعه؟ جا غير باش يشرح لكم واحد الدرس اللي هو الفرق ما بين تراجيدي اي لو درام، يعني التراجيديا والدراما. غادي يشرح لكم الفرق ما بين التراجيديا والدراما. هادشي اللي وقع في السن 9، هادشي اللي كاين في السن 9. المهم في هذا الفيديو هذا ما غاديش، المهم افتح يا سمسم غادي يشرح لكم هذا الكور هذا، الفرق ما بين التراجيديا والفرق ما بين التراجيديا والدراما. اغلق يا سمسم. صافي هادشي اللي كاين. الفرق ما بين التراجيديا والدراما غادي تلقاوها في اليوتيوب، جربوا ولا قلبوا في الدرس ولا المهم اي دونت نو. غادي نعطيكم من الاخر شنو هو الفرق ما بين التراجيديا والدراما. التراجيديا باين البلان من الاول، مفروشه القضيه في التراجيديا يعني مثلا دابا اونتيغون راه تراجيديا اوكي، تراجيدي اوكي مزيان، تراجيدي مودرن. كيفاش تراجيدي؟ يعني اونتيغون حنا عارفين بان النهايه ديالها شنو هي انها غادي تموت. صافي من الاخر اونتيغون راه مفروشه القضيه ديالها بانها غادي تموت، عارفين بانها غادي تموت لانها تراجيديا كتقول لك النهايه باينه من الاول، النهايه داكشي اللي غيوقع في الاخر باين من الاول بانه صافي هو اللي غيوقع في الاخر. اونتيغون غادي تموت في الاخر لانها كتحاول انها تنتهك احد القوانين ديال كريون، بالتالي كريون غادي يقتلها، وبالتالي هادشي كامل راه عارفينه، وبالتالي راه عارفين بان لا اونتيغون غادي تموت في الاخر مزيان. ولكن الدراما شنو كتقول لك؟ الدراما كتقول لك ما نعرف، ربما يقدر يوقع شي حدث في الاخر في الدقيقه 90 اللي يغير مجرى الاحداث ويخلي اونتيغون ما تموتش. هادشي اللي كتقول لك الدراما كتقول لك بانه يقدر مثلا يجي شي واحد يقنع اونتيغون انها ما تدفنش خوها، وبالتالي هي ما غتموتش، وبالتالي هو الحدث الاول اللي كنا كنقولوا بانه اونتيغون غادي تموت في الاخر ما بقاش له وجود. يعني
وقع شي حدث اللي غير لنا مجرى الاحداث الاولى. يعني كنا كنقولوا بان اونتيغون غادي تموت في الاخر، ولكن وقع واحد الحدث في الاخر في الدقيقه 90 اللي خلى ان اونتيغون تراجع للقرار ديالها، وبالتالي ما تدفنش خوها، وبالتالي ما تموتش، وبالتالي هذا هو ما يسمى بالدراما. ولكن التراجيديا صافي غتموت في الاخر، هي غادي تموت بوان فينال. المهم على بركه الله نبدا الشرح بالسين والمسرحيه الفري. دونك اشنو وقع بطبيعه الحال؟ اشنو وقع بطبيعه الحال هو حصلوها الحراس وهي كتحاول تدفن خوها، جابوها لداخل ديال المسرحيه باش انهم يعرفوا علاش كدير كذا. المهم جابوها بطبيعه الحال، غادي يشدوها، واش غادي يخليوها؟ غادي شدوها وجابوها وقالت لهم راه انا بنت اوديب، حيدوا عليا يديكم القذره. قالت لهم راه انا هي بنت اوديب، انا راه اونتيغون وراه ما غنهربش، تلقوني. قال لها الحارس هذه قديمه، هذه قول لي شي حاجه جديده. اي وحده شديناها كتقول لي راه انا بنت فلان فرتلان، طري قول لي شي حاجه جديده. الحاصل ولكن شدها داك خوناني داك جوناس، قاش داك خوناني قاش حنين، شدها بحال ماك. اش باغي يدير هذا؟ اللهم اني صائم، اش باغي يدير هذا؟ يا صفي النيه. شدها من شعرها واغتالها وجهها في الماء. ناري التعذيب النيت، عرفتي شنو هو التعذيب؟ صافي تعذيب النيت ديال بصح. اغتالها وجهها في الماء بطبيعه الحال هذا يعتبر تعذيبا وتهديدا وكواك عباد الله. حاصل هذا الشيء اللي وقع صافي. ومن بعد قلت لهم راه بغيت نريح، قال لي ريحي بطبيعه الحال وصافي سيتو. هذا الشيء اللي كاين في السن العشرة صافي. من الاخر هذا الشيء اللي وقع في السن 10 سيتو سالينا صافي، سالينا هذا الشيء اللي وقع في السن 10 صافي. من بعد غادي يدخل الكريون وغادي تبدا السن 11. الحاصل فاش دخل الكريون قال لي شافهم جاوب 3 نيت دوك الحراس، جاوب 3 بهم حتى واحد ما بقى يعس على الجثه ديال بولينيس. قال لهم واش نتوما شويه فو، نتوما فو خاص غير واحد فيكم يجي. الحاصل من بعد مشى يهضر مع اونتيغون، مشاو قال لهم فين لقيتوها؟ قالوا ليه لقيناها حدا الجثه بطبيعه الحال. اش كانت كدير؟ قال لهم بلي راه كانت كتحفر بيديها باش تحاول تدفن خوها اولا الجثه ديال خوها. حصلوا بقى داك الحارس جوناس بقى كيعاود ليه على شنو وقع. قال لها واش فري هذا الشيء؟ قالت ليه وي سي فري. وقال لها الملك. وداك النهار فاش عقلتوا على داك النهار في 4 الصباح فاش نط وغطات الجثه ديال خوها بشويه ديال التراب، ولكن ما نجحش انها تغطيه كامله وحصلوها ما حصلوهاش، وانما لقاو التراب سميتو. قال لها الملك واش انت اللي حاولتي تدفنيه في داك النهارات؟ قالت ليه انا اللي حاولت. حصل قال داك واقيلا داك هو لو باج. المهم قال داك البرهوش الصغير عنده، داك البرهوش الصغير اللي عزيز عليه، قال ليه خرج عليه الثلاثه هادو. المهم ملي خرجهم جا بقى كيهضر مع اونتيغون. قال لها واش قلتي لشي واش عاودتي على شي واحد؟ ما بقى كيسولها وقال لها واش عاودتي على شي واحد على هذا الشيء اللي بغيتي ديري؟ قالت ليه لا. وقال لها واش تلاقيتي مع شي واحد في الطريق وانت غادا تدفني خوك؟ قالت ليه هنا يحدث ما كان غير متوقع. فاش بقى كيهضر معاها مع اونتيغون قال لها غادي ترجعي تناسي بحال ما طرا والو، وهاد 3 الحراس هادو غادي نفيهم غادي نغبرهم. قلت لي راه غادي نعاود، راه ماشي غادي نمشيو صافي والسلام عليكم سالة الحفله، راه غادي نمشي نعاود عاوتاني نحاول ندفنو. هنا كريون كيدافع على اونتيغون. خرا ما خاصوش يدير هادشي، ولكن ما نعرف بقات فيه ولا ما نعرف. I don't know. هنا كريون بدا كيدافع على اونتيغون. هاد الشيء هذا خاصو زعما يكون قاصح ويترجل معنا وما ينتهكش القوانين ديالو هو. ولكن هنا وقف مع اونتيغون وقفه شماته. مره وقفتي معنا صراحه وقفه ديال الشمايت. عفوا بغيت نقول وقفه الشمائت. المهم ناض وقال لها علاش حاولتي تدفني خوك؟ قلت لي راه خويا بطبيعه الحال غادي نحاول ندفنو. قال لها راه واش انت ما عارفاش بلي انا نشرت في المدينه كلها بانه اي واحد تجرأ غادي يتعذب، غادي نقتلو، غادي ندفنو حتى هو، غادي نعذبو، غادي. علاش انت بالضبط مشيتي سميتو؟ راك عارفه شنو غادي يوقع لك الا مشيتي تدفني؟ قالت لي انا عارفه. وقال لها يا دابا انت يسحب لك دابا حيتاش انت بنت اوديب غادي نتعاملوا معاك وغادي عقلتوا على داك بنت الكوميسير. هو نفس الشيء القضيه ديال ديك بنت الكوميسير هي تعاودت على بالنسبه لاونتيغون. بنت اوديب يعني غادي تجاوزي القانون وما غيوقع لك والو.
قال لي راه القانون كيطبق عليك انت الاولى عاد يطبق على الاخرين. حصلوا بقاو كيهضروا من بعد وجا عندها وقال لي شوفي راه ما بقيتيش صغيره باش اننا غير نضربوك والسلام عليكم ولا نعصيوك شي شويه وصافي والسلام عليكم. شوفي راسك راكي 20 عام، عمرك 20 عام، ما بقيتيش صغيره. شوفي راكي رقيقه، انت رقيقه، انت بحال العود. المهم قال لها شوفي غادي ترجعي في حالك وغديري داكشي اللي قلت لك، غادي تسدي فمك، ما تعاودي حتى شي واحد، ما تعاودي تهضري، المهم. والاخرين دوك الاخرين اللي عارفين بهذا الشيء غادي نسكتهم انا بطريقتي الحصول، غادي نسكتهم الاخرين ضربيهم على حسابي. ولكن انت ضربي الطم، انت ما تهضريش، انت ما تقولي حتى شي واحد، انت ما تمشي ودير داكشي اللي قلت لك. سدينا. قال لها راكي عزيزه عليا واخا انت خايبه ولكن راكي عزيزه عليا. قال لها راه عندك الزهر غير هاد الثلاثه هادو الحراس اللي عارفين بهذا الشيء هذا اللي وقع، وما راه كون كان شي واحد اخر عارف من اهل الطيب ولا هذا كون راني ذبحتك وقتلتك، ولكن عندك الزهر غير ثلاثه الحراس غادي نشوف كي ندير معاهم. قال لي هذه فرصه عطيتها لك وسيري في حالك، ولكن الا عاودتي حمراء. قلت له شوف راه غادي نعاود نمشي ندفنو. قال لي راه شتي مستاه واخا دفنيه غادي راه كاينين الحراس اخرين عاوتاني تما، واخا دفنيه راه غادي يعاودوا يجبدوه عاوتاني ويحطوه، يعني غنضربوا لك الخدمه في الزيرو. المهم دابا غادي نشرح لكم وغادي نكمل الشرح كما كملتوني في السنه اللي فاتت. كما شفنا في السنه اللي فاتت اونتيغون قال لها كخيون باللي راه واخا دفني خوك غادي نعاودوا واخا دفني غادي نعاودوا نجبدوه ونخليو عاود منه للشمس وغادي نضربوا لك الخدمه ديالك في الزيرو. وتسائل قال لها علاش دابا كديري هذا الشيء كامل؟ قال لها من بعد دابا علاش كديري هذا الشيء كامل علاش لمن؟ قلت ليه ليا انا بوحدي. قال لي ها اذا انت دابا باغا تموتي النيت صافي من نيتك. قلت ليه شوف دابا شوف الا كنتي دابا باغي تقتلني النيت ولا باغي تعذبني ولا تضربني ولا دير لي اي حاجه ديرها بالزربه راه ما غنقدرش نصبر، ديرها في ساعه دغيا. قال لي شوفي راه انا باغي نعتقك. قلت له راك انت الملك راك تقدر دير اي حاجه. قلت له شوف راك تقدر دابا تامرهم يقتلوني والسلام عليكم سدينا وسالات الحفله. قال لها راه نقدر نامرهم يعذبوك ماشي يقتلوك. حاصل في الاخر قال لها شوف راه غادي نحاول ما امكن انني نقتلك، راه ندير جهدي باش انني نعتقك ماشي نقتلك. دابا راه هو باغي يعتقها ما انا عارف مالو طاحت عليه انت هذا حقار هذا عنصري هذا الكلب هذا خيو هذا خوها ايه، ولكن هي حيتاش انثى ديرها الجنس اللطيف لا اله الا الله. حاصل في الاخر قال لها ما باغيش ندفن خوك علاش؟ لان هذا الشيء كيتفرضوا عليا المهنه ديالي والوظيفه ديالي. ولكن شنو دابا ايوا خاصك تقتلها الا كان هكاك السيك خيو من بعد جبدوا الهضره. المهم خلاص راه كيهضروا ما كنقول لكمش كلشي، راه كنقول لكم غير داكشي اللي مهم واللي هما ديك الهضره الزايده. بطبيعه الحال الا بغيتو تعرفوها كامله راه خاصكم تفرجوا في المسرحيه، راه فيها غير ساعه و53 دقيقه، راه ماشي شي حاجه صافي. المهم تفرجوا في المسرحيه ودوزوا وقيتو بيس اند لوف. الحصول قال لي كيبان لي انا دابا هادشي اللي كندير معاك كيبان لي بحال شي واحد ما بقاتش عاجباه خدمته، لانه من المفروض انه يقتلها ملي حصلها كدفن خوها، ولكن دابا ما قتلهاش وكيحاول انه يوقف بجنبها. هذا الشيء ينافي ما هو يأمر به لانه ملك، دونك بحال ما بقاتش عاجباه خدمته. قالت لها ملي هكا تفوا عليك. قال لها من بعد الحصل قال لها من بعد انا خايف انني نقتلك الا كنتي باقا عنيده لهذه الدرجه. قال لها انا نقول لك واحد الحاجه، دابا انت كديري هذا الشيء غير حيت بقى فيك خوك، ولكن عرفتي علاش انا بالضبط علاش انا ما دفنتش خوك بولينيس؟ حيت انت كديري هذا الشيء نظرا للنزاع اللي وقع ما بين خوتك بجوج، ولكن كاين واحد السر اللي حتى واحد ما عارفه الا انا، ولكن انا غادي نقول لك في هذا الصباح توليه. قال لي واش كتعرفي شكون كان هذا خوك هذا اللي كتحاولي تدفنيه؟ واش كتعرفي شكون كان؟ قلت لي راك انت غير ما حاملوش. قال لي خوك راه غبي ووحش صغير وما كيسواش وكذا وهذا وزدقر دا حصل بدا كيسب فيه. قال لي كان واحد المره با ما بغاش يعطيه شي فلوس وهز يديه على با ولا المهم با يضرب با ولا يدونت ناو، المهم هادشي اللي كان.
المهم راه كان بولينيس كان خايب، كان مسخوط الوالدين، وكان كينزف والدم كيخرج ليه من نيفو لحاسو لرعافو. قال لها بقى فيه الحال وبقى كيبكي. قال لها هادشي دابا اللي كنقول لك راه كان وقع فاش كان عمرك 12 عام. ما غتعقليش. قال لها راه خوك اللي كتحاول تدافعي عنده يدافعي عليه فاش نط الحرب والروينه وكذا، وهادشي كامل اللي بغيتو تعرفوا خاصكم تقراو الروايه اولا تفرجوا في المسرحيه. قال ليه راه شحال من واحد فاش كان نأسروا شي واحد في الحرب، فاش كتنوض الحرب، فاش كنأسروا شي واحد ولا كنشدوا شي واحد وكنديروا معاه التحقيق وفي الاخر كيعترف، راه شحال من واحد اعترف بان خوك عطاهم الفلوس وعطاهم سميتو باش وتحالف معاهم ضد فينا حنا، وراه تحالف مع الاعداء ديالنا. هذا جرم كبير هذا دارو خوك اللي كتحاول تدافعي عليه وتدفنيه دابا وتعلي من شانو هو شانو طيحو. قال لي هادشي كامل السبب ديال بسبب هادشي كامل وهاد الافعال القذره اللي دارها خوك. الجثه ديالو دابا راها في الشمس. قال لي عرفتي شنو؟ عرفتي دابا هاد خوتك بجوج راه حتى واحد فيهم حتى واحد فيهم ما مقاد، كلهم معوجين، ولكن كان عليا خاصني ضروري واحد فيهم يكون هو الزوين، واحد فيهم يكون خايب. عرفتي فاش امرت الجنود يقلبوا عليهم فاش ناط الحرب وكذا، مشاو كيقلبوا فاش لقاو الجثث ديالهم ديال بولينيس وأوتيوك، لقاو الجثث متعنقين. قال لي وقلت لهم يهزوا ديك الجثه، يشوفوا الجثث شكون اللي زوينه فيهم، اللي باقا شاده في راسها وما تفرتتاتش، هي اللي غادي ندفنوا، هي اللي غادي نديروا لها مراسم الدفن، وديك الاخرى خلاص راه غادي نخليوها غادي نخليوها في الشمس. بولينيس مسكين ما عندوش زهر حتى في موتو. قالت لي دابا من الاخر علاش كتعاود لي هادشي كامل؟ علاش حتى راس ضمها؟ قال لي واش بغيتي انك تموتي من اجل هاد الروينه الكحله هادي؟ قالت له واقيلا هادشي، واقيلا انا كان في بالي بلان اخر، المهم دابا صدمتيني. قال لي ايوا دابا اش غديري؟ قالت لي غادي نمشي نعس، غادي نمشي لبيتي ونعس. قالت لي ايوا سيري انت وما تبقاش بوحدك في هاد الفتره هادي، كوني مع شي واحد اخر ولا هذا، ولا سيري نيت عند ايمو وتزوجي منه دغيا. المهم صافي سربيو وديروا في الطاجين ما يتحرق، يلا وما تحرقوش. قلت له انا فين غادا؟ انا اش غادي نولي من بعد؟ انا شنو اللي كيتسناني من عذاب؟ شنو اللي كيتسناني من فقر؟ من واو. قال لي انت فاو سكتينا. قلت ليه ما غنسكتش، خاصني انا نعرف دابا شنو كيتسناني وشنو خاصني ندير وشنو خاصني نعرف القرار اللي غنتاخذه باش الا بغيت نعيش انا حياه سعيده وكذا. ايوا قال لها انت دابا كتبغي ايمو، كتبغي حمو. ايوا السعاده الحب بان فيه السعاده. قلت له كنبغي ايمو، كنحبو، كنموت عليه، كان حصل. قلت له شاش الا كان هاد القضيه غاديه بحال ما هكا وما كاين لا سعاده لا والو وكذا وبزاف ديال الحوايج، المهم بزاف ديال بقات كتوصف بزاف شي حوايج اللي هما غير اللي هما ما مزيانينش بالنيجاتيف. المهم هاد الحوايج هادو طبعا غتعرفوهم اللي غادي تقراو الروايه ولا غادي تفرجوا في المسرحيه. راه مازال كنقول لكم تفرجوها صاحبي في المسرحيه. انت شوف دخل دابا الديسكريبسيون لصندوق الوصف غتلقى لاباج فيسبوك، ولا دخل لاباج فيسبوك راه غتلقى فيها الفيديو المسرحيه كامله ساعه و53 دقيقه، غتفهم علاش كتهضر وانت تقول من الاخر صاحبي وسير صاحبي تفرج في هذه. ولكن قبل تسنى تسنى نحرق لك الاحداث بعدا. الحاسو قالت لي ويلي كان هادشي كامل ما بقيتش غنبغي ايمو. قال لي هاش سكتينا. المهم بقاو المهم بقاو كيهضروا، وفاش كانت كتهضر وكانت كتبين لي بانها ما عجباش الحال وبقات كتهضر. قال لي انت دابا بديتي كتهضري بحال باك. يلا قلت لي واش عجبك الحال؟ قلت لي راه با انا اللي هو اديب واش يعجبو الحال؟ ها ملي عرف باللي راه قتل باه ونعس مع امه في نفس الفراش. هذا زوين هذا. قلت له انت ما كتفهم والو في السعاده. قلت له انت زيرو في السعاده، ما كتفهمش، ما عارف شنو هو المفهوم ديال السعاده. المهم بقات كتهضر وبانت لي بلي راه عاقت، بقات كتغوت وبانت لي بلي راه عاقت بالقلب.
المهم طلعت لي فراس قال لها سكتينا امرك ان تسكتي. المهم بقات كتقول لي انت خايب ايها الطاهي. باش كتقول لي طاهي حتى شوف بحال قلت لك كيطبخ فيهم كيدير فيهم داكشي اللي بغا كيدير فيهم ما بغا. قالت لي انت خايب انت. قال لي يلاه عيط قال لها سكتي. قال لها سكتي راه الناس كاينين على برا راه غيسمعوك سكتي. قلت لي عيط ليهم عيط للحراس ديالك كاع يلاه اش غيوقع كاع ها. ومن بعد في اللحظه 90 دخلت ياسمين ويمشي يخرج في حالته كريون. فاش خرج في حالته انتهى سن 13 كدور ما بين كريون ياسمين و اونتيغون. كما شفنا في السن اللي فات 12 كان كيهضر كريون هو اونتيغون داكشي كامل عرفناه في السن 12. شويه دخلت عليهم ياسمين وبقات كتعيط اونتيغون. دخلات ناض داك خونا اللي هو كريون باغي يخرج في حالته ولكن غير مشى ووقف حدا الحيط ووقف تما وبقى كيشوف البنات كاملين بجوج تيهضروا. جات اسمين باش تقول لأونتيغون بانني بدلت الراي ديالي وقررت انني نمشي معاك عاوتاني باش ندفنوا خونا. المهم نعاونك ونوقف معاك في هذا لافير اللي بغات ديري. ولكن اونتيغون قالت لها لا خاصك تبقاي عايشه انت زوينه انت تيتيزا خاصك تبقاي عايشه انت دابا خاصك تبقاي عايشه وانا خاصني نموت لانني انا خايبه وكذا 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 كذا. دونك انا راه فايت ليا زبلتها يعني انا الدوسي ديالي موسخ دابا حيت مشيت دفنت خويا مشيت حاولت انني ندفن خويا ولحت عليه شويه التراب ولكن انت ما درتي والو. دونك ما غاديش تجي حتى الاخر وندخلك معايا حتى انت فهاد الشيء وتسقي متي وما درتي انت لا بيديك لا برجليك ويقتلوك. لا دونك خاصك ما تموتيش خليك انا بوحدي اللي غادي نموت. ونات عند كريون قالت ليه حيت كان واقف غير تما قالت ليه شوف ها انت كما كتشوف ها هي حتى اسمين دخلت معايا شريكه في هذه القضيه هذه اللي بغيت ندير. حتى هي دخلت وقالت ليه يلا الا كنتي راجل دابا الا كنتي شويه شجاع تحلى بالشجاعه الا كنتي شويه شجاع عيط على الحراس يديوني يلا ترجل معانا يلا جريز. وحتى هو ما عطلهاش عيط على الحراس جاو داوها والسلام عليكم سالات الحفله. المهم اشنو وقع خرجت اونتيغون داوها الحراس. فاش داوها الحراس تبعاتها اسمين خرجوا كاملين بقاو غير الرجال بقى كريون او لا سميتو او داك لوكور اللي جا دخل ملي خرجوا الحراس قال لي اش كديرها السي محمد واش تفي واش كديرها. قال لي كريون بلا راه خاصها تموت. شنو قال لوكور الكريون قال لي شوف راه ما خاصكش تخلي اونتيغون تموت راه ما خاصكش تقتلها حتى شي لا قتلتيها راه غادي يبقى هذا الذنب هذا طوال قرون غادي نبقاو كنحسوا بهذا الذنب طوال سنين وقرون لايك ذا كيرس يو نو. المهم قال لي ما نعرف. قال لي شوف ربما راه حاولت حتى انا نعتق اونتيغون راه حاولت ما يمكن ولكن هي اختارت انها تموت. ربما هذا هو المصير ديالها هذا هو القدر ديالها تزادت غير باش تموت صافي هذا الشيء اللي كاين. قال لي لك راه باقا دريه صغيره راه باقا شابه. قال لي واشنو نخليها تعيش وترتكب لنا هذه الفضيحه هذه. اللهم تموت وصافي وهذا الشيء اللي كاين. دونك هذا الشيء اللي كاين في السن 14 من الاخر باش غادي تقاضى السن 14 دخل السي حمو ولد كريون وملي شاف اونتيغون خرجات داوها الحراس دخل عند باه باش يشوف. المهم هادشي كامل غادي نشرح لكم في الفيديو الجاي ديال سن 15. دونك اشنو كان الطريق. دونك من بعد دخل ايمون. دونك فاش دخل ايمون قال لي باه قال لي كريون غير نساها وليدي صافي راه نساها راه ما كتبغيكش حيت كون كانت كتبغيك كاع ما غديرش هادشي وتبغي تموت. راه كون كانت كتبغيك ما غاديش تلوح راسها للموت وكذا سميتو ما غاديرش شي فضيحه اللي غادي يعني باش تبقى عايشه ولكن ما كتبغيكش داكشي علاش فضلات الموت عليك نتايا. ولكن شوف دابا راه شوف انا راه ما عندي ما ندير دابا هاد الهضره اللي كيقولها كريون تيقول لي شوف راه ما عندي ما ندير دابا راه المدينه كامله راه طيب كامله صافي. المهم وصلت الخبار ما نعرف. المهم وصلت الخبار كلشي ولا كيعرف تاب كاع السكان ديال ديك المدينه تاب كلهم عرفوا بان اونتيغون ها ما دارت. دونك شنو دونك هما اللي كيحاولهم يعني حيتاش كلشي عرف صافي الملك ما عليه ما عنده ما يدير دابا الا ما قتلهاش كاع اللي في المدينه غادي يقولوا ليه انت ملك خائن انت ماشي ملك زوين انت كدير غير المصالح ديالك وكذا وما غتقتلهاش حيتاش هي بنت ولدك. دونك باش هو يتفادى كاع هاد الشكوك وهاد المشاكل هادو كاملين خاصو يقتل
اونتيغون. ولكن ايمون ما باغيش، حيتاش الخطيبه ديالو راه كيحبها، راه كيموت عليها، ما نعرفاش تيبغي فيها، ما تيبغيش اسمين وتيبغي اونتيغون. ايوا سير دابا مع هذا المعقد هذا. ولكن المهم القلوب تلتقي فيما بينها. اي دونت نو اي دونت كير، ماشي شغلي. المهم هادشي اللي كان كيوقع في هذه السين هذه. ايمون كيحاول انه يقنع باه باش ما يقتلش اونتيغون. ولكن ايمون اش كيقول لي شوف با راه ما غاديش نقدر انني نعيش بلا بها. واش بغيتيني نعيش بلا بها؟ ما غنقدرش. غير شوف كي دير راه ما غاديش نقدر نعيش، حيت ما الحياه غادي تولي السيد كيموت عليها صافي، كيحبها صافي، ما قادرش يعيش بلا بها. الافلام التركيه يا باب الحصل شاف با ما بغاش يقتنع، شاف با ما سميتو ما والو، مستقر على الراي ديالو. ناض ايمون هز رجليه كريط، مشى خرج من الباب وقال اونتيغا الحبيبه ديالي ويخرج في حالته. المهم خرج، وهنا كتنتهي السين ديالنا. دونك فاش خرج السي حمو خرج كيجري بحال الهبيل. قال نيت داك لو كور، قال الكريون، قال ليه شوف راه خرج بحال الهبيل، راه كيبغيها بزاف. وقال نيت تا كريون قال راه كيبغيها، داكشي علاش خرج بحال الطريقه هذه. وقال ليه سميتو، قال ليه لو كور خاصنا نديرو شي لعبه، خاصنا نديرو شي حاجه، خاصك دير شي حركه، كريون. قال لي راه غادي يتجرح مسكين، غادي قلبه غادي يضيع. قال لي كريون راه كلنا كاملين غادي نتجرحوا، كلنا كاملين تأذينا بسبب هذه الحادثه هذه. وهذا الشيء اللي وقع في السين 16. من بعد غتبدا السين الاخرى فاش غادي يدخلوا لي غارد، يعني فاش غادي يدخلوا لي غارد وغادي يجيبوا اونتيغون وكذا. ملي شافوا الجوقه مجموعه برا، الطيب كلها مجموعه على القصر. علاش؟ حيتاش الخبار صافي انتشرت كالنار في الهشيم. ياك صحيح هذه العباره هذه. المهم انتشرت، يعني النار، يعني الخبار ولا كل شيء سايق الخبار وعارف اشنو وقع، وعارف باللي اونتيغون هما دارت، وعارف باللي عارفين باللي كريون تيحاول ما كريون خاصو دابا حيتاش طيب كامله ساقوا الخبار صافي. كريون ما لقى ما يدير صافي، حيتاش الا ما قتلش اونتيغون غادي المكانه ديالو كملك غادي تطيح امام اهل المدينه، اهل القبيله تيب. داكشي علاش خاصو صافي ما بين يدي الحيله غادي يقتل اونتيغون. دونك هذا ما كان في هذا الفيديو. هذا الخوت نتمنى لكم التوفيق، نتمنى انكم تشترك في لاشين اصاحبي، دير ابوني، اشترك في لاشين، بارطاجي، تفاعل مع الفيديو. نتمنى انكم تفاعلوا مع الفيديو، تبارطاجيو الفيديو. تعليقات اذا كان شي استفسار، شي انتقاد، شي لعيبه، المهم غير دوي اصاحبي، راه حريه التعبير في اليوتيوب راه كاينه. المهم هذا ما كان في هذا الفيديو. هذا الخوت تشترك في لاشين وزر داباك. نتمنى لكم التوفيق. دونك على بركه الله نبدا نشرح لكم اشنو وقع في السن 17. دونك كما شفنا في الفيديو اللي فات كان لوكور كيحاول انه يقنع عاوتاني كريون باش يتراجع على القرار، يعني وكان كيستعان بولدو اللي ناض كيجري عند الحبيبه ديالو اونتيغون كالمجنون. من بعد دخلوا لي غارد وجابوا اونتيغون. فاش جابوها جا داك الحارس جوناس تيقول شنو، كيقول كريون شوف راه تجمعوا، راه القبيله، كيقول كريون راه القبيله كامله تجمعات حدا القصر، راه باغيين يقتحموا القصر، راه ساقوا الخبار، راه كلشي ولا في خبارو اشنو هذا الشيء. دونك اونتيغون ما عجبهاش داك المنظر، حيت ولا كلشي صافي تشوهات. دونك ولات كتفضل الموت، وقالت للكريون شوف الا كنتي غتقتلني سربي دغيا قتلني، راه ما بقيتش كنتحمل انني نسمع هاد الغوات هذا كامل. وكريون غوت على لي غارد، قال لهم خرجوا عليا كاع هذوك اللي كاينين في برا، يعني كاع الاهل ديال الطيب خرجوا عليا، فرتكوا عليا الجوقه، يعني قال لهم خرجوا عليا هذا الهرج هذا ديال البشر ديال اهل الطيب اللي كاينين برا، كيغوتوا وكيطالبوا بالراس ديال اونتيغون، باغيين يشوفوها ميته. وفاش خرج وقال داك جوناس، قال ليه خليك انت واونتيغون، خليكم بجوج، خليك حضيها وبقى انت وياها هنا تنرجع. وخرج الملك وتبعوا داك لوباج، داك الصغير، داك البروج الصغير، وتبعوا وخرجوا في حالتهم. وهنا كينتهي الفيديو ديالنا، وكانت تنتهي السين 17. غادي نقول لكم اشنو وقع في السين 18 ما بين اونتيغون اي لو غارد. دونك اول حاجه قالت اونتيغون، قالت ليه دونك انت هو هذا، قال لها شكون انا؟
قالت لي انت هو اخر كماره غادي نشوفها في حياتي. دونك ومن بعد بقاو كيهضروا، بقات كتسولو شي اسئله على عائلته وعلى سميتو، بقات كتسولو بقاو كيهضروا. المهم شي هضره الا بغيتي تعرف ديك الهضره كامله، بغيتي تعرف الحوار كامل، غادي تقرا الروايه ولا غادي تتفرج في المسرحيه اللي كاينه في لاباج فيسبوك. ايوا راه كنبقى غير نحن نعاودوا في الهضره هنايا. من بعد سولاتو قالت لي واش ما عرفتش الطريقه باش غادي نموت، يعني الطريقه باش غادي تقتلوني. قال لها الله اعلم، قال لها واقيلا غادي سمعت بانهم غادي ندفنوك في واحد الحفره ولا حط في واحد الحفره ونغطيوك وتبقاي تما حتى تموتي بالجوع صافي. ما غنديروش لك المشنقه ولا غادي تبقاي تموتي بحال ما هكاك بوحدك. المهم ما عجباش الحال، بقى فيها الحال وكذا، وهو راه مفرناس، هو ضاحك، هو ما مسوقش له، هو عاجبو الحلوه، كيفكر غير في الفلوس والمكافاه والخلصه اللي غادي يعطيوها ليه من بعد، حيتاش قبض على المجرم ديال اللي حاول يدفن هذا سميتو. ولكن هي ملي شافت راسها غادي تموت وغادي تموت بطريقه ما زيناش وكذا وهذا، قالت ليه المهم بقات كضرب بيناتهم الهضره، ما غنقول لكمش هاد الهضره كامله. قالت ليه بغيتك شوف، بغيتك تقضي لي واحد الغرض قبل ما نموت، صيفط واحد الرساله لواحد الشخص. قال لها ويلي واش بغيتي تخرج لي على خدمتي، ولكن شافت بلي ما بغاش وعطاتو الرشوه شنو هي، عطاتو واحد الخاتم كان في يديها ديال الذهب. صافي هي راه غتموت، اش غدير بالخاتم؟ تديه معاها. عطاتو داك الخاتم، وهو بطبيعه الحال راه هو كلب مرتشي خداها وخدا داك سميتو، بقى كيكتب في ورقه وستيلو. المهم بقى كيكتب الرساله وبقات كتملي عليه وكتفتي عليه وبقى كيكتب ديك الرساله. لما كتوجهها بطبيعه الحال غادي توجهها للخطيب ديالها ولا الحبيب ديالها ايمون، وهو بطبيعه الحال فاش كيسمعها كتهضر كيبقى يستهزئ بها ويضحك وكذا. وإلا بغيتو تفرجوا في هذا سميتو راه بطبيعه الحال المسرحيه راه كاينه، والفيديو ديال المسرحيه كامله راه دقيقه ساعه و53 دقيقه و18 سكوندا هي دونك غادي تفرج فيها وغادي تفهم يعني هاد الروايه كامله اش طاري فيها. دونك من بعد شنو وقع؟ صافي هادشي اللي كاين. فاش فتات عليه وملات عليه شنو غادي يكتب، ملي كتب وبقى كيستهزئ عليها في الاخر، وملي كتب وسالا سميتو صافي في الاخر سولها واحد السؤال، قال لها لمن غادي نصيفط هاد الرساله هذه، حيت ما قالتليش في الاول لمن غادي نصيفط هاد الرساله هذه، غير بغات تقول لي وما يدخلوا الحراس الاخرين صافي، وبالتالي ما قالتليش. ومن بعد شنو دار؟ خرجات اونتيغون، خرجوا هذوك الحراس بجوج اللي دخلوا، وهو كمش الورقه ولاحها. دونك هادشي اللي كاين في المسرحيه الفري. وهنا غادي ينتهى السين ديالنا 18. هادشي اللي كاين في السين 18، هادشي اللي وقع في السين 18. دابا غادي نعرفوا، دابا غادي ندخلوا نعرفوا اشنو وقع في الاحداث نيت، يعني بالمسرحيه ثاني راكم عارفين. دونك اول حاجه دخل لو كور، ومن بعد تبعوا لو ميساجي. قال لي داك لو ميساجي كنا في سميتو في هذيك الحفره فاش دفنا اونتيغون، ومن بعد واحد شويه سمعنا واحد الصوت، واحد الغوات. هاد الغوات هذا باين فيه ديال راجل ماشي ديال اونتيغون، حتى واحد ما عرف ديال من هذا الصوت هذا، ولكن كريون عرف بانه الصوت ديال ولده ايمون. عرف بان ايمون راه كان سابق اونتيغون في ديك الحفره فاش غادي يدفنوها. سبقها يد تما، سبقها من قبل تما، بقى كيتسناها، كان مخبي باش حتى واحد ما يشوفو. المهم فاش دفنوا اونتيغون وكذا وغطاوها بالحجار وكذا، وغطاو بسميتو وغطاو ديك الحفره ولا داك الكهف ولا المهم ديك هذا سميتو فاش لاحوا اونتيغون غطاوها سميتو. هما يسحب لهم بلي راه غير اونتيغون اللي كاين تما، ساره ايمون كان مخبي تما كيساين اونتيغون تجي باغي يموت معاها يموتوا بجوج. المهم فاش شافت اونتيغون ايمون تما، المهم الحصول اش دارت اونتيغون؟ شنقات راسها بواحد الخيط كان في الكسوه ديالها، المهم شنقات راسها وماتت. فاش ماتت هذا سميتو ايمون بقى كيغوت، واه حبيبه ديالي. وفاش كان كيغوت سمعوا داك الغوات النيت برا، وحتى واحد ما عرف ديال من داك الصوت، ولكن كريون عرف بانه الصوت ديال ولده. فاش سمع الصوت ديال ولده بقى كيهز الحجر وكيهز وكيلوح بالحجر وكيحاول يفتح باش يدخل عند ولده يشوف اش واقع تما. حاصل فاش فتح سميتو داكشي كامل، دخل القاع، ولقى كريون ولدو شاد اونتيغون بين يديه ميته، وبقى كيغوت وبقى كيشوف باه، يعني كيشوف باه وكيقول يا حسرته. المهم ما عجبوش الحال دوك النظرات ديال، يعني بحال قلتي النظرات ديال، المهم
ماشي براود فهمتي. المهم بقى كريون او ايمون بقاو كيتشوفوا وكانت حسرات الندم على اعينهم ولا ما نعرف. المهم راكم عارفين شنو غادي يكون. اونتيغون راه كريون ما عجبوش الحال، وحتى ايمون بالذات ما عجبوش الحال. بحال قلتي بقى كيشوف باه بواحد الطريقه تيقول ليه واش شتي دابا، شتي فين وصلنا دابا، واش شتي ها هي ماتت ما صدقتيش كريون ما صدقتيش. المهم كريون فاش شاف داك المنظر كدا اشنو دار ايمون تعصب وكدا ودفل على باه في وجهه وكريون رجع اللور. ومن بعد ايمون اش دار؟ جبد واحد السيف ديالو باق خشاه في كرشو. السلام عليكم، مات حتى هو. شيت حتى ايمون مات. دونك ايمون مات وطاح حدا عتروس ديالو طاح حدا اونتيغون وماتوا بجوج تما. وكريون طلع وهو المهم ما عجبوش الحال. بطبيعه الحال ما يعجبوش الحال، راه ولدو مات تما. دونك هادشي اللي وقع في السن. دونك دابا غادي ندوزو للشرح بالمسرحيه اللي كاينه في لاباج فيسبوك. بطبيعه الحال غادي تفرج فيها، غادي تفهم شنو وقع في هاد السن في هاد اونتيغون هادي كامله. دونك فاش دخل كريون كان كيتمشى بشويه عليه حيتاش المهم نادمان على شنو وقع، المهم حزين بطبيعه الحال حيتاش مات ولدو. وقال له كور قال ليه بلي راه صافي راه غسلناهم بجوج، يعني اونتيغون كريون اونتيغون ايمون غسلناهم بجوج وكفناهم وكذا. المهم راك عارف دابا هما مرتاحين وكذا. قال ليه لا كور قال ليه شوف راه مرتك حتى هي ماتت، راه دخلت الغرفه ديالها فاش سمعات بلي راه ولدها حتى هو مات طرق ذبحات راسها صافي راه قتلات راسها وحتى هي دابا ماتت وراها متكيه فوق من دوك السدادر ديال النعاس الله يرحمهم مسكين. دونك هادو هما اللي ماتوا. انت ثلاثه هاد لي بيرسوناج. اونتيغون هي الاولى اللي ماتت، من موراها ايمون، من موراها اوغيديس. هادو هما ثلاثه هاد لي بيرسوناج اللي ماتوا في هاد اونتيغون هادي، في هاد القصه ديال اونتيغون. دونك فاش سمع الخبر كريون قال له هي حتى هي ماتت صافي، كلهم مشاو ينعسوا، كلهم مشاو يرتاحوا. ايوا خليهم يرتاحوا. ولكن هو شاف دابا راه هو ما غاديش يكون بنادم عادي. راه كريون ماشي بحال كاع الناس، راه ملك، ماشي غادي يسمع صافي راه ماتت مرته ومات ولده صافي غادي يبقى يبكي ويشد القنت ويريح ويبكي. لا، راه راجل عنده مسؤوليه ديالو، سميتو المسؤوليه ديالو كتجي هي الاولى قبل من كل شيء، قبل من كاع الاعتبارات الاخرين. يعني هو ملك، دونك خاصو يكون ملك بعين الاعتبار، ما يدير حتى شي حاجه اخرى. واخا ماتت مرته وولدو وماتت مرات ولدو الخطيبه ديال ولدو اللي هي بنت اختو وماتت الخطيبه ديال ولدو، واش غادي يشد القنت ويبقى يبكي؟ لا، خاصو يستمر وينسى شنو وقع ويستمر في الحكم ويقابل طيب، حيت القبيله خاص لها ملك، دونك خاص شي واحد يقابلها، ما يمكنش هو يريح وما يقابلهاش. دونك مشى هو وداك لو باج، داك البرهوش الصغير، ديك البنت ما عرفوش بنت ولا دري، المهم داك لو باج الصغير، لو باج يعني ولدها، ولكن كيبان بحال دريه هنا في المسرحيه. المهم بقى كيتمشى هو ودا سميتو وواحد شويه. المهم ناض هو وداك لو باج وخرجوا في حالتهم ومشاو لواحد الاجتماع. المهم مشاو لخدمتهم اللي هي الحمايه ديال تيبو، يعني الوظيفه ديال الملك شنو هي يحمي البلاد والسلام عليكم. دونك هو مشى يقضي غرضه ويقضي شغله ويدير شغله وما داهاش، يعني ما تاثرش بزاف. يعني فحال قلتي ما راه بطبيعه الحال داروا قلبوا على هذا الشيء اللي وقع لمرته وولدو، مرته ولدو وخطيبته ولدو. ولكن شنو غادي يدير؟ راه خاصو ضروري يبقى في الحكم وخاصو ضروري يقابل البلاد ديالو. دونك هذا الشيء اللي وقع في السنه 20. ولكن قبل ما يخرجوا رجع داك لو باج الصغير، شاف ديك الورقه اللي لاها جوناس، داك الحارس جوناس، ديك الورقه اللي كانت لي اونتيغون هكا الرساله كتبها. فاش لاها في الاخر شافها، ودابا هاد سميتو هاد لو باج ومشى هزها وبدا كيقراها وخرجوا بجوج بهم، يعني كريون او هذا سميتو او لو باج مشاو خرجوا في حالتهم. وسيتو هادشي اللي كاين في هاد السن 20 السن ديالنا في اونتيغون ديالنا كامله. دونك دابا شنو وقع؟ دونك كان جالس سميتو لو كور
وكان كيهضر كيقول لنا شوفوا كون ما كانش اونتيغون كاع اصلا كون راه دابا كلشي جالس بخير وعلى خير، كلشي بخير وعلى خير، ما غيطراش كاع هاد الروينه هذه كامله. ولكن اونتيغون كانت دونك مما ادى الى ان شنو، ان شي وحدين يموتوا واللي باقيين عايشين راهم عايشين وغادي ينساو تدريجيا. راه هذه هي سنه الحياه، واخا كيموت لك شي واحد راه من بعد غادي تنساه، ما غتنساش نيت سميتو ديال النسيان ديال ما كاينش، ولكن غادي داك الحزن غادي يزول بشويه تدريجيا مع الوقت. دونك من بعد نضت قاعد داك هذا سميتو داك لاكارت قاعد. دونك كيقول بان كاع دوك الناس اللي في القصر باقيين، وبالضبط الملك اللي باقي دابا كيتسنى دابا شنو غير باقي غير بوحدو، واش كيتسنى غير يمشي غيموت حتى هو. دونك وكاع داك اللي في القصر كلهم حزينين على الفقدان، على الشيء اللي واقع، ولكن لي كارد ما مسوقينش. هما شنو عارفين غير انهم يديروا خدمتهم والسلام عليكم، ما مسوقينش بشي حاجه اخرى وتقول كاع. دونك فاش خرج لو كور خرج وما نعرف كي داروا حتى داروا هاد سميتو، ما نعرف منين خرج هاد لو باج هذا كي دار حتى ولا مورا لو كور، واش كان مخبي في داك المونطو ديالو ولا ما نعرف. المهم خرج وزاد تقدم للقدام وصافي هبط الباب، تسدات سالات الحفله، سدات مدام سالات الحفله. دونك صافي سالينا هادشي اللي وقع في السان 21 اللي هي اخر سان في اونتيغون. دونك الدراري، دونك البنات، دونك اخوتي، دونك اخواتاتي، هادشي اللي وقع في السان 21. وهذه هي اونتيغون. راني ساليت لكم دابا الشرح ديال اونتيغون كامله، اشنو واقع فيها بالاحداث. انا ماشي بروف باش انني نزيد نقول لكم شي حوايج اللي متعمقه اكثر، انا غير طالب بحالي بحالك، كان حاس بيك انت يعني ما كتقشبل التوزه في هاد الفرنسي هذه، وبالتالي انا شنو غادي نحاول ما امكن انني نوريك داكشي اللي ما كتقشبلوش، اللي هو ما كتقشبلش لي مو او لا، يعني ما فاهمش اصلا علاش كتهضر هذه الروايه هذه. دونك هادشي اللي انا كنقدمه لك، كنوريك علاش كتهضر هذه الروايه هذه. دونك ها هو علاش كتهضر، انت عرفتي دابا علاش كتهضر. احنا سالينا دابا في اونتيغون، ما بقى والو الجهوي. بالتوفيق لكم، نتمنى لكم التوفيق، وكما ديما راه تنقولها دائما، ما يبقاش فيك الحال واخا ما جبتي والو في الجهوي ولا هذا. انت راك غادي تمتحن في مواد، الا كنتي علوم راك غادي تمتحن في مواد اللي انت ما عندكش معاهم. دونك انت عندك مع الفهمه، ما عندكش مع الحفاظه. دونك راك غتمتحن في مواد ما عندكش معاهم، ما يبقاش فيك الحال ما جبتي والو. ولكن ما جبتيش شي نقطه مزيانه ولا هذا، راه حتى الباك عاد غادي يبدا العمل، حيت الباك غادي تدوز في مواد ديالك انت. دونك الا خدمتي السلاسل والتمارين كذا وهذا، وخدمتي داكشي اللي عندك سواء بالاداب سواء العلوم، راه غادي توفق ان شاء الله في الباك وفي الوطني. ما تخافش، راه داكشي كامل كيدوز، ما اتس ايزي اتس ناثين، غادي يدوز بحال غمضتي عينيك وحليتيهم. انا دابا براسي كنعقل على راسي، كندوز في الامتحان ديال الجهوي، هاني دابا فقط لقيت راسي في الاس ان في لافاك وات. المهم هادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا الخوت. نتمنى لكم التوفيق، نتمنى انك دير لايك الفيديو وتبارطاجيه مع الدراري اللي كيقراو معاك. وهذا ما كان في هذا الفيديو هذا. ها الانستغرام ديالي، ها لاباج فيسبوك، ها لاشين يوتيوب بطبيعه الحال وزر داباك. دونك هذا ما كان في هذا الفيديو هذا. نتمنى لكم التوفيق، تهلاو ليا في راسكم وصافي، الله يعاون.